لاعب قالوا عنه مزيج من ميسي وأوزيل، موهبة فرنسية خارقة بدأت تزلزل أوروبا، والآن بات قريب من مانشستر سيتي وتحت قيادة بيبي غوارديولا. مين هو ريان شرقي؟ وليش بيعتبروا البعض موهبة فرنسا القادمة؟ خليك معي. ريان شرقي لاعب فرنسي من أصول جزائرية، بدأ مسيرته الكروية مع أولمبيك ليون وهو عنده 16 سنة. من أول لمس للكرة بان عليه أنه لاعب مش عادي، تمريرات خرافية، رؤية للملعب كبيرة، مراوغات بتخلي المدافعين يتايهين بين بعضهم. مش بس هيك، أرقامه هالسنة بتتكلم، هو أفضل ممرر بالدوري الفرنسي وأفضل صانع أهداف بالدوري الأوروبي. الأرقام هاي بتخليه حلم لأي نادي كبير. ريان شرقي مش بس موهوب، هو لاعب عنده نضج تكتيكي يخليه صانع ألعاب مثالي لأي مدرب. وكثير تشبيهات كبيرة قالت عنه، صحيفة لاكازيت قالت انه بذكرنا بمسعود أوزيل. أولاس رئيس نادي ليون السابق قال انه شاف فيه شيء من ميسي. يعني احنا قدام لاعب موهوب ذكي، لمسات ساحرة. خبر الأهم أن ريان شرقي قريب جدا من التوقيع مع مانشستر سيتي، يعني تحت قيادة بيبي غوارديولا اللي عينوا عليه، والصفقة يمكن تتم قبل بداية الموسم الجديد. والمثير ريان شرقي صرح أنه مستعد للتحدي الكبير وأنه جاهز يخرج من ليون. وأنتم متخيلين خط وسط مانشستر سيتي شلون راح يكون مع رودري وفودين وريان شرقي؟ راح نشوف سحر بوسط مانشستر سيتي تحت قيادة الفيلسوف بيبي غوارديولا. لكن السؤال، هل ريان شرقي هو صفقة الموسم؟ وهل ريان شرقي هو نجم مانشستر يونايتد الجديد؟ اكتبوا لنا ذلك بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، لأنه جايب لكم حكاية كثير من حكاوي كرة القدم. تحياتي.